السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة صحي ولذيذ. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نشارك معكم وصفات صحية لدهن الخبز وبديل الشوكولاتة للدهن. وصفات لذيذة جدا وفي نفس الوقت مفيدة وقيمتها الغذائية عالية. تقدروا تقدموها لأطفالكم في وجبة فطور الصباح، وحتى يدوها معاهم كلمجة للمدرسة، راح تمدهم بالطاقة وتعلي التركيز وتساعدهم في الدراسة إن شاء الله. إذا بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا وصفاتنا لنهار اليوم. وأول حاجة راح نبدأ بها معكم هي زبدة الفول السوداني، يعني حضرتها معكم من قبل. اليوم راح نضيف فيها إضافة اللي هي جلجلان أو السمسم، راح يضيف لها بنة وأيضا قيمة غذائية عالية خاصة للأطفال. يعني نعرفوا أنه الجلجلان غني جدا بالكالسيوم وأكيد معادن ودهون صحية. إذا هنايا عندي كوب من الفول السوداني أو الكاوكاو اللي نكونوا محمصينه من قبل، يعني حاولوا تحمصوا الكاوكاو تاعكم جيدا بلا ما تحرقوه. هنا نطحنوا الفول السوداني حتى يولي القوام تاعه ناعم، وبعدها راح نضيف عليه الكمية تاع الجلجلان. هنا بالنسبة للمقادير يعني ماشي مضبوطة، ديروا كمية تاع الفول السوداني أكتر طبعا من كمية تاع الجلجلان. وبعد ما نضيف الجلجلان نكمل نطحن جيدا حتى يخرجوا الزيت تاعهم والقوام تاعهم يولي ناعم. أنا هنا باش نساعد الآلة تاعي وما تتحرق ليش نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يعني بهذه الطريقة كي نضيفوا الزيت راح نحفزوا هذاك الفول السوداني أنه يخرج الزيوت ويتطحن بسهولة. ما نطولوش وحنا نطحنوا فيه، وبسرعة نتحصلوا على هذه النتيجة تاع زبدة الفول السوداني بقوام كريمي. بالنسبة لزيت الزيتون اللي استعملته الطعم تاعه خفيف بزاف ما يجيش باين. اما نتوما الا كان عندكم زيت الزيتون قاطع وفيه هذاك الطعم باين بزاف تاع زيت الزيتون، انا نعرف كاين اللي ما يتقبلوش هذاك الطعم تاع زيت الزيتون، فتقدروا تستبدلوه بزيت جوز الهند ولا زبدة طبيعية دايبة. نقدروا نقدموا هاد زبدة الفول السوداني هكا يعني بدون إضافات. إلا بغيناها حلوة تقدروا تضيفوا لها العسل. أنا هنا ضفت لها رشة تاع الملح، يعني رشة تاع الملح ضرورية في زبدة الفول السوداني، هي اللي راح تعدل من الطعم تاع الزبدة. هي ضيفوها في الأول يعني كي تطحنوا المكونات تاعكم. أنا كنت نسيتها ضفتها هنايا، وكما شفتوا كنت ضفت حوالي ملعقة كبيرة من العسل. أنا هنا استعملت عسل التمر، تقدروا تستبدلوه بعسل النحل الطبيعي ولا دبس التمر، ومقدار العسل حسب اختياركم. كل ما بغيتوها حلوة كل ما تضيفوا من مقدار العسل. بالنسبة للوصفة الثانية راح تكون بديل شوكولاتة الدهن. هاد الوصفة رائعة وبزاف بنينة وراح يحبوها الأطفال خاصة. عندي هنايا كوب من اللوز اللي يكون محمر، يعني تحمصوه جيدا بلا ما تحرقوه، يعني غير يولي هذاك اللون تاعه ذهبي. تستعملوا اللوز بالقشور ولا بلا قشور، وتقدروا تستبدلوا اللوز بالبندق. يعني بالبندق راح يعطيكم واحد النتيجة روعة روعة. وكان سبق لي وحضرت معكم شوكولاتة لدهن الخبز بالبندق وشوكولاتة دايبة، يعني كانت النتيجة رائعة. راح نخليكم رابط لتحت في صندوق الوصف. أنا اليوم ما بغيتش نستعمل شوكولا بالنسبة اللي ما توفرش عندهم شوكولاتة سوداء بسهولة. هنا كما شفتوا طحنت هذاك اللوز جيدا حتى يولي القوام تاعه ناعم، يعني بلا ما يخرج الزيت تاعه، غير يولي القوام تاعه ناعم جدا. راح نضيف عليه باقي المكونات اللي هي 4 ملاعق كبار من الزبدة طبيعية دايبة، تقدروا تستبدلوها بزيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام، يعني كاكاو بدون سكر. وراح نضيف 2 ملعق كبار من سكر التمر، تقدروا تستبدلوا سكر التمر بسكر جوز الهند ولا العسل ولا دبس التمر. نضيف رشة من الملح، أنا هنا استعملت الملح الخشن، يعني يضيف البنة رائعة للشوكولات تاعنا. وراح نكمل نطحن هاد المكونات جيدا حتى يولي القوام تاعهم ناعم، ونتحصل على هاد الشوكولا اللي القوام تاعها كريمي وتكون شويه ثقيله بهذا الشكل. هنايا راح نخفوا الشوكولا تاعنا، يعني باش تولي شوكولا بالحليب راح نضيفوا لها الحليب. قبل ما نضيف الحليب ضفت فانيليا، يعني باش نسمو هاد الشوكولا تاعنا. بالنسبه للحليب استعملوا اي نوع حليب، نباتي ولا حيواني. انا هنا ضفت حليب جوز الهند وضاف لها واحد البنه روعه روعه. فقط الا استعملتوا حليب حيواني
مدة الاحتفاظ بها راح يكون أقل. يعني هي عامة هاد الشوكولا ما تحضروش منها كمية كبيرة أنه فيها الزبدة. الزبدة نعرفوا أنه مدة الاحتفاظ بها أيضا مدة قصيرة ماشي طويلة بزاف. يعني هاد الشوكولا تقدروا تحتفظوا بها لمدة أسبوع في الثلاجة. وكما شفتوا بديت نضيف في الحليب ونخلط جيدا حتى نتحصل على القوام المناسب. وهنا كنت حصلت على شوكولاتة الدهن، شوكولاتة بزاف بزاف بنينة وصحية. ونروحوا للوصفة الموالية اللي أنا نسميها قنبلة من الفيتامينات. هذه الوصفة رائعة وغنية جدا، قيمتها الغذائية عالية عالية بزاف بزاف. هنايا كما راكم تشوفوا عندي كوب من البذور، بذور دوار الشمس وبذور اليقطين اللي كنت حمصتهم شوية. وعندي كوب من المكسرات والجلجلان. بالنسبة للمكسرات استعملوا المكسرات اللي يكونوا عندكم. أنا هنا درت الفول السوداني محمص، طبعا اللوز محمص، قرقاع اللي هو الجوز والجلجلان. ديروا خليط بيناتهم. كما تقدروا ديروا غير نوع واحد من المكسرات وانتم حسب الذوق تاعكم وحسب الموجود طبعا. إذا في الأول نطحن البذور اللي هي بذور دوار الشمس وبذور اليقطين. بالنسبة لهذه البذور مفيدة جدا، حاولوا أن تدخلوها في النظام الغذائي تاعكم. غنية جدا بالبروتين بالمعادن بالفيتامينات بالدهون الصحية، وأيضا غنية بمضادات الأكسدة وتعتبر مقويات طبيعية تعلي الطاقة وتعلي أيضا التركيز. وطحنت أيضا المكسرات نعرفوا أنها غنية أيضا بالدهون الصحية بالفيتامينات والمعادن أيضا. طحنت البذور ناعم وأيضا المكسرات وراح نخلطهم جيدا. هنا كما راكم تشوفوا يعني تحصلت على كمية كبيرة، أني راح نقسمها على 2 ونحضر منها وصفتين. هنا بعد ما خلطتهم جيدا راح نقسم الكمية على 2. الكمية الأولى راح نضيف لها رشة ملح وكمية من زيت الزيتون. بالنسبة لهذا الوصفة يعني تقدر تكون مناسبة للسكريين، للناس اللي ما يبغوش الحلاوة، يعني تتناولوها هكا طبيعية. تقدروا تستعملوها كوصفة لدهن الخبز، تقدروا حتى تستعملوها كعقدة الناس اللي عندهم فقر الدم ولا نقص في الفيتامينات، الناس اللي يحوسوا على مقويات تعطيهم الطاقة، الناس اللي يحوسوا يزيدوا في الوزن، وحتى الناس اللي دايرين ريجيم ولا يحوسوا ينقصوا في الوزن تقدروا تتناولوا منها، فقط تتناولوا بكميات قليلة وكميات معتدلة باش ما تزيد لكمش في الوزن. بالنسبة للكمية الثانية ضفت عليها رشة ملح، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام، 2 ملاعق كبار من سكر التمر إلا بغيتوها تكون حلوة، رشة من الفانيليا. أنا هنا استعملت مسحوق فانيليا طبيعي باش نسموها، تقدروا تضيفوا القرفة أي منسمات ونخلط جيدا. وبعدها راح نضيف الزبدة طبيعية دايبة. كما تقدروا تضيفوا زيت الزيتون ولا زيت جوز الهند حسب الموجود عندكم. أنا مرات نحضرها بزيت الزيتون ومرات بالزبدة دايبة. استعملوا زبدة طبيعية طبعا. فقط ملاحظة إذا حضرتوها بالزبدة مدة الاحتفاظ بها ما تكونش طويلة بزاف، يعني على الأكثر أسبوع وتحتفظوا بها في الثلاجة. ونخلط جيدا. وهنا نتوما على حسب القوام اللي تفضلوه، يعني كل ما بغيتوها تكون خفيفة كل ما تضيفوا لها من زبدة ولا زيت الزيتون. وبهذا الشكل نكون تحصلت على هاد الوصفات لدهن الخبز اللي روعة روعة في البنة وحتى في قيمتها الغذائية. وصفات رائعة صحية مفيدة غنية بالفيتامينات والمعادن، قيمتها الغذائية عالية. هنا راح نرافقها بخبز التوست اللي بالقمح الكامل وبالبذور، كان سبق لي وشاركته معكم في القناة الثانية اللي هي قناة مخبوزات أنس. راح نخلي لكم رابط تاعه تحت في صندوق الوصف باش تحضروه. خبز روعة روعة ويجي خفيف ورطب وسهل في التحضير. وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم، جربوها وتعطوني رايكم فيها كما العاده. الى عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا عليه جيم وشاركوه مع اصدقائكم باش يستفادوا هما تاني. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، نقول لكم بسلامه، تهلاو في روحكم وفي صحتكم، تلاقوا فيديو اخر وصفات جديده باذن الله، والسلام عليكم.